اوبا. نزلنا اللحمات بالاول، هلا بدنا ننزل البطاطيات هدول. جاهزة عنا. خبيت عليكم شغلة صغيرة: بيستو، جوز، لوز، وهذا الشكل النهائي. شوفوا ما شاء الله، والريحة يا سلام يا سلام. أنا بدي أطبخ لشخصين أو لثلاث أشخاص، شيء يكفي شخصين أو ثلاث أشخاص. بجيب حبات الباذنجان من هالنوع هذا، طبعا الراس تبعهم يكون أخضر ما بيكون بني، وبلمسهم هالتلميسة هي. الضغطة إذا دخلوا أصابعي لجوا معناته الباذنجان للأسف فهو بايت من عدة أيام. طبعا النوع الباذنجان اللي بتحبوه. بنزل سكينتنا كالعادة، بنمسح السكين وبنجيب حبات الباذنجان الغاليين تبعتنا، ناخذهم من هالطرف هيك. بدنا نقصهم 1 سنتي، 1 سنتي يعني تقريبا بشكل أصبع هيك. هيك يعني هاي بتاخذ معنا 3، 1 2، وهذا القشرة ما بدنا إياها. فيكم تاخذوا حبة الباذنجان بتقشروها هيك، طبعا واحد ايه واحد لا، واحد ايه واحد لا، بس انا بدي القشره بصراحه. انا بحب القشره الباذنجان بالطبخ وبالقلي لانه راح يعطيني لون كتير حلو على فكره. بنصفن بهالشكل وبنحط عليهم الملح. طبعا بنحط عليهم الملح لحتى يطلع المي اللي جواتهم، واذا كترنا عليهم شوي ما في مشكله لان الملح راح يطلع مع الباذنجان لبرا، راح يطلع مع مية الباذنجان لبرا بهالشكل هذا. ونتركهم 20 دقيقه. 20 دقيقه بتوقع كافيين جدا لحتى يطلعوا مي الباذنجان لبرا، مشان ما بستهلك زيت كتير ولا يسود الباذنجان معي. على الوش الثاني طبعا نفس الطريقه، هذول ما بنرش عليهم، بنرش عليهم كمان ملح الا الطوارف طبعا. هدول مثل ما عنا بدهم 20 دقيقه، ولبين ما يخلصوا ال 20 دقيقه خلينا نروح نساوي اللحمه ونرجع. على هالطنجره هي بننزل معلقه سمنه وبدنا شويه زيت. طبعا في ناس بتحط زيت بس، وفي ناس بتحط سمنه، هذا مكون اختياري. بس سخن عنا السمنه والزيت بننزل اللحمه عليهم. هاي تقريبا نص كيلو لحمه. طبعا هاي بتجيبوها من قصاب لازم يكون موثوق، مو قريب، يكون موثوق حتى لو كان بعيد يعني. انا هدول هاي اللحمه اللي جبتها لحمه عجل، بعطيهم شويه وش بس ياخذوا شويه وش. بنحط عليهم باقه عطريه كامله. بعد ما حطيناهم على النار واخذت وش شوي بنجيب عليهم هالاغراض هدول اللي راح اشوفكم اياهم. عنا بصله مقطعه بهالشكل هاد، وعنا عودين ورق غار، وعنا هالكميه هي من القرنفل 3 بس. كم حبة هيل كونه نحن عرب والطبخة فلسطينية الأصل. وعنا سنين توم. السنين توم بقطعن بس من النص هيك، ما بدي طعمة التوم تطلع كثير. وعندي حبة هاللومي هاي، حبة هاللومي هاي ببعجها البعج هاد وبنزلها، وبضيف عليهم تقريبا نص لتر من المي الفاترة، تحت الفاترة بشوي، بس ما تكون باردة كتير ولا تكون فاترة وسخنة كتير. هاي تقريبا نص لتر. بنغطي عليهم وننساهم اقل شيء 35 دقيقة. شايفين يا غوالي؟ وهي رجعنا لهم الباذنجانات ما شاء الله نازلة اكثر من 80% من ميتهم، وبالعلامة المحارم او اللون تبعهم. خلونا نشوف اللحمة. ما شاء الله شكلها مستوي على الآخر. خلونا نشوف إنه قطعة نفحص قطعة بس مستوية. هي غوالي بعد ما انسلقت اللحمة وخلصت سلقتها بدنا نفضيها على المصفاية. أنا ما بدي هدول الشغلات اللي جوا الباقة العطرية والبصل اللي حطيتهم مع اللحمة، بدي اللحمة بس، وبدي المرقة تبع اللحمة. خلينا نصفيهم هيك بهالطريقة هاي. ولا لنروح لقلي الباذنجان بعد ما طلعت كلة ميته. هيا غوالي بعد ما سخن الزيت بننزل الباذنجان.
بدنا ننزله لحتى بس ما بخليه ينحرق او يصير اسود، لا بس يصير اشقر هيك بنشيله يعني، لانه كمان بده ينطبخ. عرفتوا كيف؟ لبين ما يستووا الباذنجانات بنروح بننقع الرز. هلا يا شباب في عنا طريقتين للرز. الطريقة الأولى إنه هي بنقعه نص ساعة بمي فاترة، واللي هو رز البسمتي. أما الرز المصري المدعبل بدي أنقعه تقريبا 40 دقيقة بمي فاترة. أنا راح أستخدم رز البسمتي مع إنه أصوله هي بالرز المدعبل المصري المدور. في طريقة تانية إنه بغسل الرز بس إذا غسلت الرز بس ونزلته على المقلوبة الباذنجان تبعنا راح بدنا نكتر له شوي مي، وانا ما بدي كتر مي بصراحة، فانا بدي انقعه تقريبا نصف ساعة بمي فاترة. وهي نجيب المي بنحطه بالبريق بنسخنه على درجة فاترة، او فيكم تستخدموا مي في الحنفية، انا بدي احطه على درجة حرارة 50. وهي حطينا تقريبا 400 جرام رز، طبعا هاي من شخصين لثلاثة حسب اكلهم، وننزل عليهم المي الفاترة اللي سخناها هيك ها، ونخليهم نتركهم نص ساعة، بس مو أكتر من نص ساعة، نص ساعة بس. سكري. شايفين يا غوالي بدنا لون هالباذنجان مثل هيك، ما شاء الله ما شاء الله، ذهب مستوي يجعله ما حدا يستوي غيره. طبقت الباذنجان او مقلوبة الباذنجان كليات انه شرحات بطاطا، انا بحبها بهاي الطبخة. طبعا هي مكون اختياري، وانتو كيف ما بتحبوا يعني، فيكم تطبقوا الطنجرة، يعني فيكم تطبقوا المقلوبة. انا بدي احط بسفل الطنجرة اللحمة، وبدي احط فوق البطاطا وفوق الباذنجان وبعدين الرز. اما مية اللحمة فبالاخير، طبعا بالاخير بدي احطها، وبدي اضيف لها كم نوع بهارات هلا راح ارجيكم اياهم. بدنا ننزل الباذنجانيات صفون كيف ما بدكم، انا بدي صفن بهالطريقة. هيك طبقناهم بهالشكل هاد. طبعا حطيت شوية رز بسفل الطنجرة لحتى تملي الفراغات بعد ما ينفش الرز على الطبخ. بس والله هدول هالبصلات يعني حسرة علي انه بصراحة ما بتصرف فيهم او كبن، فبدي احطهم فوق الباذنجان. هدول باذنجانات هيك صار معنا، وبدنا ننزل هلا الرزات نوزعهم بشكل متساوي تقريبا. طبعا ممنوع رج الطنجرة. ومعلومة صغيرة، الرز نحن نقعناه بمي فاترة. في حال حدا عنده رغبة انه بعد ما يصفي الرز بده يغسله، لا يغسله بمي باردة، لانه الرزاية راح تنكسر بعد ما اخذت حرارة المي، وبدنا نغسلها بمية باردة. يعني المي يا جماعة الخير ويا اكابر بننزل عليها شوية فلفل اسود، عليه تقريبا نص معلقة شاي كزبرة، طبعا هذا مكون اختياري كمان الكزبرة، وتقريبا نص معلقة شاي كمان 7 بهارات طبعا، والملح حسب الرغبة. كركم بهالأكلة بدي طعمته بس ما بدي لونه، فشو منساوي إذا بدنا نطلع بس الطعمة هالشكل هاد بس ها، ونحركهم بهالشكل هاد. نزلوا الطعم كلياتهم مع بعضهم، بننزلهم على الطنجرة، بنخلي المية هي فوق الرز بس هيك تقريبا نص اصبع، يعني نص سنتي تقريبا. عرفتوا كيف؟ نص انملة. ما منكتر مي فوق الرز مشان ما يندعك الرز معنا وبيصير هيك طابات للضرب يعني مو للأكل. وبناخذ طنجرتنا الغالية على النار. يا أكابر حطينا المقلوبة على النار، وبس تفور فورة صغيرة بوطي النار على آخر شي وبغطيها. من غطيتها بعير من 25 دقيقة ل 30 دقيقة بالكتير. وهي يا جماعة الله أكبر على الريحة، شوفوا المنظر. هلا بدنا نساوي الحركة الخنفشارية يعني بدنا نقلبها. الله، لا حد يقول لي ملزقة، مو ملزقة. شايفين كيف؟ لا تنسوا المتابعة واللايك. الفيديو اللي عم يوصلكم وهو يكون في شغل بالساعات بيكون في شغل، يعني عم يوصلكم تقريبا 3 دقائق، والفيديو طويل 10 دقائق، ولكن هو يكون في ساعات شغل.
نلتقي بالفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.